طيب أول حاجة هنعملها هنضغط على تطبيق ريجي ريي، هيفتح لنا التطبيق بالمنظر ده. هندخل على المشروع ريجي ايجيبت اوفيس، المشروع بتاع المكتب عندنا. تمام، بعد كده هنضغط على ورك سبيس، من ورك سبيس هنضغط على سيناريو، ومن سيناريو هنعلم على نتورك بلاننج. من نتورك بلاننج هنضغط على اد، بعد كده هنختار وايرلس، نضغط على اوكي. بعد كده هيطلب مني كتابة اسم شبكة الواي فاي الجديدة، ليتس سي ان احنا هنخليها واي فاي فاوتشر. بعد كده نعلم على كابتيف بورتال اوثنتيكيشن ونختار البورتال بتاعنا، أو واحد كنا عاملينه قبل كده، او ممكن نقاد بورتال جديد من هنا كده. دلوقتي هعلم على فاوتشر وهشيل التيك مارك من على وان كليك لوجين، وممكن اضغط على سيف على طول. بالمنظر ده بقى جاهز، اقدر اضغط على اوكي. دلوقتي هنضغط على باندويث ليميت بير يوزر، لو عايزه احدد سرعه ابلود وسرعه داونلود لكل يوزر بيستخدم شبكه الواي فاي دي. وبعد كده هكتب اسم رقم الفيلان، ليتس سي ان هو فيلان 20، وبالتالي اوتوماتيك هيوزع من 20 واحد ل 254. لو عايز تغيرها تقدر تعمل كده. هنضغط على سيف، ودلوقتي هو بيبدأ يحفظ الإعدادات وبيعمل لنا الفيلان 20 والشبكة اللي هي الوايرلس فاوتشر. كده الإعدادات بتاعتنا تمت. تعالوا بقى نعمل الجزء المتعلق بالفاوتشر، نكريتهم ازاي. هنرجع تاني باك، وبعد كده هنضغط على اليوزر مانجمنت، بعد كده هنضغط على يوزر جروب. هنضيف جروب جديد هنسميه مثلا جاست، وهيبقى الجروب ده مثلا الجروب بتاعنا اسمه جاست 2. وبعد كده هنضغط على الفترة اللي هيبقى فيها كونكتد، let's say ان هما ساعتين، وهنديله الابلود سبيد اللي هي كانت 5 ميجا بت بير سكند، والداونلود سبيد اللي هي كانت برضو 5 ميجا بت بير سكند، ونضغط على سيف. بعد كده نضغط على يوزر ونضغط على فاوتشر واد فاوتشر. بعد كده هنختار او هنكتب كام فاوتشر احنا محتاجين نعملهم، let's say ان هم 100 مثلا، وهنسيب كل حاجة زي ما هي، ونتأكد بس ان الجروب هو جاست 2 بتاعنا، ونضغط سيف. دلوقتي كده هو عمل لنا الميد فاوتشر اللي احنا محتاجينهم. كل اللي محتاجة اعمله دلوقتي ان انا ابدأ ادخل على شبكة الواي فاي واستخدم اي كود من دول. هنبدأ دلوقتي نشوف شبكة الواي فاي بتاعتنا. واي فاي فاوتشر دلوقتي هيطلب مننا الكود، هندخل بقى الكود بتاعنا، اي كود من المية اللي احنا عملناهم. نضغط على لوجين. دلوقتي احنا كونكتد على الانترنت. تعالوا بقى على طول نعمل سبيد تيست ونشوف هل فعلا سرعة التحميل هتزيد عن 5 ميجا بت بير سكند ولا اقل. تمام، السرعة بتاعتنا زي ما احنا ظبطناها بالظبط، اقل من 5 ميجا بت بير سكند. شكرا.